السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم القرص الفلاحي الطريه بجد تحفه، ريحه وطعم من الاخر. ريحتها كده هتجيب لاخر الشارع. وازاي تعملي العجينه تكون طريه تبقى معاكي عامله زي الملبن. بجد طريقتها سهله وبسيطه ونتيجتها ما شاء الله تحفه. قرصتين كده في الفطار احلى من الفول والطعميه. ونريح المعده بقى من الفول والطعميه وقليه البطاطس. قرصتين كده حلوين، وولادنا برضو ممكن ياخدوهم معاهم المدرسه. اوفر بكتير من الكيس النايت ابو 5 جنيه اللي مبقاش له اي لازمه. شايفين قد ايه هشه وطريه، وكفايه بقى ريحتها وطعمها بجد في منتهى الجمال. احلى قرصه هتاكليها في حياتك. وتقدري طبعا تعينيها في الفريزر، تطلعها في اي وقت، تسد معاكي في اي وقت انت عاوزاه. يلا عشان ما اطولش عليك ونسمي الله ونصلي على الرسول. معايا كده 3 معالق كبار من السمسم الابيض. هحمصهم تحميصه خفيفه كده، لون ذهبي خفيف كده على البوتاجاز، وكمان ريحته الحلوه تطلع. 3 معالق كبار مليانين من السمسم. الدقيق بقى معايا 2 كيلو من الدقيق. دقيق ابيض لجميع الاغراض او لجميع الاستخدامات. حطيت عليهم السمسم. انا هعمل 2 كيلو. وطبعا هقولك مقادير الكيلو الواحد. ال2 كيلو دقيق هحط عليهم 6 معالق كبار من السكر. هتعملي كيلو تحطي 3 معالق كبار من السكر. هحط معلقتين كبار من الخميره الفوريه. هتعملي للكيلو الدقيق معلقه واحده من الخميره. واحط كيس كامل من البيكنج باودر، ما يعادل معلقه مليانه كده من البيكنج باودر. للكيلو هتحطي معلقه صغيره. وحطيت عليهم رشه ملح. يا ريت لو انت اول مره بتشوفي قناتي اسمي سماح، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. معايا بقى كوبايه سمنه بالمج الشاي العادي خالص، اي مج موجود عندك تعايري بيه. كوبايه سمنه يا دوب مسيحاها على البوتاجاز، دافيه بسيط خالص. كوبايه سمنه وكوبايه زيت. ده مقدار ال2 كيلو دقيق. هتعملي كيلو واحد هتبقى كوبايه واحده من السمنه على زيت. ممكن تعملي بسمنه بس، المقدار يبقى سمنه بس من غير زيت عادي خالص. لو انت عايزه تحطي زبده يبقى كوبايه زبده وكوبايه زيت. طبعا ما ينفعش نحطي زيت بس. ليه بقى؟ هتبقى قرصه عامله زي القرصه اللي بتتباع في الفرن، زي الفينو اللي هي القرصه مسمسم. فمش هينفع نعملها بزيت بس. احنا عايزين قرصه تكون طريه وريحتها حلوه وجميله. مش هينفع نعملها بزيت. خلاص كده. لو هتعملي كيلو هي كوبايه واحده من الماده الدهنيه للكيلو الدقيق. خلاص كده بسيتها زي ما انتم شايفين كده. اهم حاجه نغلف الدقيق كله بكل المكونات اللي عملناها اهي. ما تستعجليش في الخطوه دي. المقدار ده مظبوط جدا. معايا بقى ده الخض اللي طالع من الزبده البلدي. كنت عاملاها في الفيديو معاكم اللي قبل كده. ديت الخض اللي طالع من الزبده البلدي. لو ما عندكيش وعندك شيرش اللي بيبقى طالع من الجبنه القريش اعجني بيه. ما عندكيش ولا ده ولا ده وعندك حليب اعجني بيه لمه بالعجينه عادي خالص. عندك لبن رايب اعجني بيه برضو. كل ده شغال. طب ما عندكيش اي البان خالص هتحطي ايه؟ هتحطي معلقتين لبن بودره، معلقتين بس لبن بودره. وتعجني بميه دافيه هتبقى برضو معاكي احلى قرصه هتعمليه. خلاص كده. طبعا الخض اللي طالع من الزبده ريحه السمنه البلدي فيه ما اقولكيش بقى مخليه طعم القرص جميل. بس طبعا لو ما عندكيش هتعملي على بايه بالموجود عندك بجميع البدائل اللي انا قلت لك عليه. بحليب او باللبن رايب او بالشرش اللي طالع من الجبنه القريش. بميه دافيه بس تحطي معاهم مثلا معلقتين لبن بودره. خلاص كده وتلمي بيه العجين. طبعا ما فيش مقدار معين للسوائل. بننزل شويه بشويه كده وعايزاها تكون عجينه طريه. خلي العجينه طريه معاكي على قد ما تقدري. شايفين العجينه ما شاء الله طريه عامله زي الملبن. عجنتها حوالي 7 دقايق لحد ما نامت معايا وزي ما انت شايفاها كده. اهي هغطيها بقى، وطبعا احنا في الشتاء هسيبها ساعة تخمر. ساعة كاملة تخمر براحتها كده، نغطي عليها ونسيبها في مكان دافي. باقي كيس تلاجة عندك استرتش من ده تغطي بيه، اهم حاجة تغطيها وتسيبيها في مكان دافي تخمر. انا سبتها حوالي ساعة كاملة. خلاص كده. للأسف بقى في الوقت ده كانت الكهرباء قطعت، يعني كل يوم كانت الكهرباء بتقطع الساعة 2. جت في اليوم ده قطعت الساعة 3. قدر الله ما شاء فعل، كانت العجينة خمرت. قعدت بقى جنب الشباك كده عشان الإضاءة تبقى مظبوطة يعني، وتبقى واضحة ليكوا.
وبعدين هكور العجينه زي ما انت شايفه كده، تكورها بقى الحجم اللي انت عاوزاه. قرصه تكون مثلا حجمها كبير او متوسط او صغيره، الحجم اللي انت عاوزاه تتحكمي فيه براحتك. انا بحب تكون القرصه صغيره يعني متوسطه مش صغيره قوي. نفتح العجينه كده ونلمها بالشكل ده كده عشان يكون ملمسها من تحت برضو متساوي كده، وهكورها كلها بالشكل ده. طبعا ما كانش ينفع اننا نستنى لما الكهرباء تيجي، لان الكهرباء بتقعد حوالي ساعه ونص، وفي اوقات بتقطع ساعتين، فكانت العجينه خمرت. فكان لازم اقطعها واكورها كده عشان هسيبها تاني تخمر قبل ما اسويها. بجد العجينه ما شاء الله ريحتها اصلا كده في منتهى الجمال. افرديها وبطاطيها كده على ايدك وبعدين تلميها بالشكل ده. هقطع بقى كل العجينه دوائر كده صغيره زي ما انت شايفاها، وهغطيها اسيبها 10 دقايق بس ترتاح. اهي دي بقيه العجينه، ما كانش في مكان فحطيتها في الطبق اللي كان فيه العجينه اللي انا عجنه فيها. وبعد ما ارتاحت بقى 10 دقايق، شايفين بتتفرد معايا على طول ازاي. جبت الصواني مش مدهونه اي حاجه خالص، ولا تديني فيها سمنه ولا مسحه زيت ولا اي حاجه. افردي فيها القرص على طول، واول ما تطلعها من الفرن ما تبقاش لازقه ولا اي حاجه. جنب بعضها كده، وبسيب مسافه بسيطه بين كل قرصه والتانية عشان طبعا لسه هنسيبها تخمر، وهيزيد كمان حجمها لما بنحطها في الفرن. مسافه بسيطه خالص بين كل واحده والتانية. شايفين طريقتها سهله وبسيطه. وتعملي بقى المقدار اللي انت عايزاه. عايزه تعملي 2 كيلو وتعينهم عندك في الفريزر، تطلعيهم وقت ما انت عاوزه براحتك. عايزه تعملي مقادير الكيلو زي ما انت عاوزه، وان شاء الله هسيبها لكم برده في صندوق الوصف. اهي شكلتها بالشكل ده بقى كده. طبعا القرص دي عايزه تحطي فيها ملبن عجوه براحتك خالص، مش هتقولك لا، زي ما انت عاوزه. اوسع بس للتانية كده عشان اسيب مسافه بين القرصه والتانية، عشان بصراحه الصواني مش كافيه عندي. وبعد ما نفردها بقى في الصواني كلها بنسيبها ساعه تخمر. ده شكلها بعد ما خمرت. المهم بعد ما نشكلها لازم نغطيها برضو بكياس او بملاية عندك او حاجه تغطيها تسيبيها تخمر. وبعد ما بتخمر بنولع الفرن قبلها ب5 دقايق ولا حاجه، وبعد كده ندخل الصواني في الفرن. يكون على فرن حامي مسبقا. بحطها في الرف اللي في النص، درجه حراره تكون متوسطه، ما تعليش عليها قوي عشان ما تنشعتش منك. بولع عليها الفرن من تحت على درجه حراره متوسطه، والشوايه بكون مهدياها. ولو انت عندك الفرن بيولع من تحت بس، هتولعيه من تحت، وما تاخد لون هتروحي مولعه الشوايه تاخد لون من على الوش. بجد احلى قرص هتعمليها. طريقتها سهله وبسيطه، بجد اعمليها هتعجبك جدا. شايفين هشه وطريه ومقاديرها مظبوطه ما شاء الله، ريحتها بقى وطعمها تحفه. هتلم عليك الجيران كده من ريحتها الحلو. قرصتين كده جنب كوبايه شاي وكده، بصي تمام التمام، مش عايزه اي حاجه تاني. بطلعها بقى في العشاء، طلعها وقت ما انت عاوزه، بتحطها في الفريزر في اكياس عندك كده، الكيس بتاع التلاجة، وبتطلعيها تسخنيها في الفرن، يا اما تطلعها تحطها على الرخامه، هتبرد معاكي وتطلع معاكي احلى قرصه كأنك لسه عاملاها.